صباح الخير. مراحل مشروع الووتر تريتمنت او معالجه الميه كلها مراحل مهمه جدا، بس اخطر مرحله اللي هي بنسميها لحظه الحقيقه، اللي هي بتاعت التستنج والكوميشننج وتسليم المشروع. وهنا بيظهر شخص مهم جدا دوره محوري جدا، اللي هو مهندس التستنج والكوميشننج. ولسبب ما انا ما اعرفوش حتى هذه اللحظه، الراجل دايما ده بيظهر في الصوره في اخر لحظه بعد ما نخلص تركيبات. الراجل ده بيظهر طبعا. خليني اقول لكم ان مهندس التسم كوميشننج ممكن يكون مهندس ميكانيكا، ممكن يكون كهرباء، ممكن يكون اوتوميشن، ممكن يكون كيمياء. بس مش دي المشكله خالص. هو المشكله ان هو لازم يكون فاهم في الحاجات التانية، يكون فاهم في البروسيس كويس قوي، فاهم في الكنترول والاوتوميشن، فاهم في الميكانيكا والكهرباء، راجل متعدد المواهب والمعارف. تمام. فالشخص دوت ليه مش عارف بيظهر دايما في اخر المرحله، اللي هي المرحله اللي دايما بتبقى مهضوم حقها. حتى كمان لما بنيجي نعمل تخطيط للمشروع والبلاننج بنحطها كده تسم كوميشن اسبوع اسبوعين كده في عمر المشروع، مع انها مرحله مهمه جدا وبيحصل فيها في غالب الاحيان بعض التعديلات بتطلب من مهندس الكوميشننج. ممكن يكون على البروسيس، على الاوتوميشن، على بعض التركيبات، بعض الانسترومنت واجهزه القياس. فانت حضرتك ممكن توفر على نفسك الضغط ده، الضغط اللي بيحصل داخل المشروع وتضييع الوقت اللي ممكن يحصل داخل المشروع، وخليه يبدا معاك في مرحله الديزاين. احنا حضرتك بعد ما بنخلص التصميم الاساسي بتاعت المحطه والبي اند اي دي والجي اي والجنرال سكيم، بنعمل حاجه اسمها ديزاين ريفيو ميتنج. كل تيم بيقعد، بنقول وجهة نظرنا في التصميم، بنقول وجهة نظرنا في البروسيس كالكوليشن، كلنا بنقول علشان نوصل ان ده خلاص هو ده الديزاين المبدئي اللي هنشتغل عليه لحد نهاية المشروع. فالراجل ده لسبب ما بيبقاش موجود في الميتنج، مش عارف ليه. افترض ان الراجل ده يكون موجود وله رأيه، ورأيه مهم جدا في البروسيس وفي الاوتوميشن وفي التركيبات وفي والجنرال ارينجمنتس. حتى كمان رايه مهم يا جماعه في السلكشن بتاع المعدات. الراجل ده خبرته طويله، اشتغل وعمل تيسم كوميشننج لمحطات كتير، وهو اللي شاف المعدات بايده، وهو اللي عمل لها تيسم كوميشننج، وهو اللي شغالها بايده. فهو اقدر واحد عارف المشاكل بتاع المعدات دي. فما يجي يقول لك لا ما تشتريش المعده دي لاسباب 1 2 3 4، خد رايه. اما يجي يقول لك لو انت هتشتري المعده دي او البراند دوت، قول خد بالك، خلي بالك ان في ديفوهات معينه كده عشان اطلبها من الفندور. فرايه مهم جدا في التصميم، رايه مهم جدا في مرحله البريكيورمنت وشراء والسلكشن بتاع المعدات، رايه مهم جدا في مرحله التركيبات. الراجل ممكن يروح مهندس تيستنج كوميشن بعد ما التركيبات تخلص يقول لا دي متركبه غلط، دي متركبه مش عارف ايه. فلازم يكون في زيارات دوريه للراجل دوت في اثناء فتره التركيبات برضو، علشان كلنا بنبقى مضغوطين جدا في الوقت في مرحله السيستم كوميشننج. فخد رايه في اثناء مرحله التركيبات. طبعا انا عارف ان كل الناس مضغوطه وعندنا ليميتد ريسورسز وموارد محدوده من الناس وصعب جدا ان مهندس تيستم كوميشننج اللي هم بيبقوا كويسين وشطار منهم قليلين جدا ويتعدوا على صوابع الايد الواحده، ان هو يكون انفولد في مشاريع كتيره. بس somehow لازم الراجل ده يكون involved. انا ما اعرفش ازاي، طبعا دي كل شركه وليها طريقه في التعاطي مع المواضيع دي. فرايه مهم جدا حتى كمان في مرحله التركيبات، علشان هو ما بيجي في المرحله بتاعته بيطلب تعديلات من الراجل بتاع الاوتوميشن من البروسيس. بيبتدي يظبط البروسيس ويعمل قياسات للميه الخام اللي داخله، بيظبط الكيماويات، الفلو، الضغوط، السرعات، الاوتوميشن مع الراجل بتاع الاوتوميشن. بينسق مع كل الناس، التيم كله، علشان في الاخر يطلع لك محطه شغاله. فيا جماعه نصيحه، خلوا الراجل ده معاكم من بدايه المشروع، وخدوا رايه لأن رايه مهم جدا وريسورس مهم جدا. لما يكون عندك مهندس تيستنج كوميشننج شاطر هيوفر عليك كتير. انت كمدير مشروع خد رايه من البدايه. مهندس البروسيس خد راي الراجل دوت من البدايه على البروسيس اللي انت عاملها. مهندس الاوتوميشن وهو بيعمل البرنامج بتاع المشروع خد رايه. الراجل بتاع الميكانيكا وهو بيعمل الارينجمنت خد رايه. فما تهدروش الريسورس المهم دوت اللي اسمه تيستنج وكوميشننج انجينير. والراجل ده لازم ياخد وضعه لاهميته، مش عشان هو احنا بنحب الراجل بتاع تيستنج كوميشننج، احنا بنحب كل الناس بس الراجل ده دوره محوري ومهم جدا
فخلوه معاكم من البدايه وخدوا رايه يا جماعه واسمعوا كلامه. مهم جدا. صباح الخير.